أوقات كتيرة السياحة بتنضرب والبازار اللي بيشتغل فيه ميدو بيقفل. ساعتها بيحاول ميدو إنه يشتغل في الزراعة مع والده ولو باليومية، وبيفكر إيه اللي بيخلي بلد رائدة في السياحة زي فرنسا عمر ما السياحة فيها بتنضرب أبدا. وواحد زي جون صديقه الفرنساوي بيصرف فلوسه شمال ويمين لمجرد إنه بيملك أرض مش كبيرة في فرنسا. السبب السياحة. مع إن فرنسا دولة رائدة في السياحة، إلا إن مصادر الدخل عندها متنوعة، ولو مصدر قل التاني بيسد مكانه. كل الشباب بيتمنى يشتغل في السياحة لأنها الدخل الأول والوحيد اللي ممكن يحتاج عمالة، ولما بتتضرب حال البلد كله بيقف. بالنسبة للزراعة والصناعة في فرنسا 90% من أرض فرنسا زراعية، وبتصدر محاصيل جاهزة ومصنعة للعالم كله، والفلاح هناك له مكانته. رغم إن مصر فيها نهر النيل وبحيرات ومياه جوفية، لكن الأرض المزروعة أقل من 7% من مساحة البلد، وعشان كده بنستورد القمح من بره، والصناعة ضعيفة جدا. النتيجة جون عايش من خير أرضه والعالم كله بيحترمه، وكلمة صنع في فرنسا علامة جودة لوحدها. ميدو بياكل رغيف عيش قمحه مستورد ورقبته في ايد غيره، وكلمة صنع في مصر بتتقال في النكت. يا ترى المرشحين لرئاسة الجمهورية شايفين إصلاح اقتصاد مصر في ايد مين؟ الفلاح الغلبان ولا الحكومة؟ نحب نسألهم: ما هي رؤيتكم للوصول لتنمية صناعية شاملة بمصر؟ وكيف يمكن تطوير الزراعة واستصلاح المزيد من الأراضي؟ ما هي سياستكم لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل الاستراتيجية والوصول لمرحلة تصديرها؟ ما الحلول التي تطرحونها لتطوير قطاع السياحة وترغيب السائح في زيارة كل المحافظات المصرية بحيث لا يكتفي بمحافظتين في الزيارة الواحدة؟ كيف ستطورون المتاحف المفتوحة حول المعابد الفرعونية والمجمعات الدينية التاريخية بحيث تواكب القدرة على الإبهار التي تقدمها المواقع السياحية الأثرية العالمية؟ أنت كمصري اتفتحت لك سكة إنك تشارك في نهضة بلدك، نحب نعرف رأيك.